السلام عليكم. إلا كنتم من المتابعين الجدد ديال القناة ما تبخلوش بزر الاشتراك والإعجاب فضلا وليس أمرا. مرحبا بكم. كشف نادي إشبيلية عن أخبار سارة بشأن الوضع الصحي لحارسه المغربي ياسين بونو إثر تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه ضد ضيفه ألميريا في الجولة 25 من الليغا، واللي استدعت النقل ديالو إلى المستشفى. وقال النادي الأندلسي في بيان مساء الأحد أن بونو عانى من إصابة غامضة خلال مباراة عشية اليوم ضد ألميريا بعد تعرضه لاصطدام قوي. وتابع البيان الصادر انطلاقا من تقرير الجهاز الطبي أنه بعد إخراج الحارس المغربي ياسين بونو من الملعب على نقالة ثم نقله إلى مستشفى كيرون، حيث استبعدت جميع الفحوصات التي خضع لها أي نوع من المضاعفات. واختم البيان أن بونو خرج من المستشفى وغيستمر في التعافي بالمنزل ديالو مجرد أن تنحصر جميع الأعراض على مدار ساعات. وشكرا لكم على حسن المتابعة.